سبونج بوب رمى شرايح المعلقة جوه الفرن، بعدين مسك الشاكوش وبدأ يخبط بجنون، بس ما خدش باله إن في حد كان بيبص له بطمع. في اليوم ده مطعم مقرمشات السلطعون كان مليان زباين. سبونج بوب وهو مركز في تحضير البرجر نسي المعلقة على الشواية. بعد دقيقتين المعلقة اتكسرت حتت. سبونج بوب اتدمر نفسيا. مستر سلطع ما كانش فاهم حاجة، فتح الدولاب وقال له ياخد معلقة تانية، بس سبونج بوب رد وقال لا، المعالق العادية ما تنفعش، بس اللي بتتعمل في الجبال التلجية على بعد آلاف الكيلومترات هي الوحيدة اللي تقدر تعمل برجر السلطعون اللذيذ. مستر سلطع ما حبش يسمع الكلام وقال له يصلحها حالا وإلا هيشغل سبونج بوب غيره. سبونج بوب بسرعة جهز شنطته ومشي. عدى الصحراء لحد ما وصل لقمة الجبل. هناك كان عايش حكيم غامض. سبونج بوب ترجاه يصلح له المعلقة. الحكيم اتأثر بصدق كلامه وقرر يساعده، بس وهو رايح يجيب أدواته اتعور في إيده، ما قدرش تصلحها. ساعتها قال كلام غريب: المعلقة الحقيقية جواك. سبونج بوب ما فهمش، فالحكيم قرر يعلمه، وبمساعدته المعلقة في الآخر اتصلحت. على طول رجع سبونج بوب لمقرمشات السلطعون، استخدم المعلقة الجديدة واتكسرت تاني. افتكر وقتها كلام الحكيم، حول ايديه بنفسه لمعلقتين وكمل طبخ كل البرجرات. الحكيم لما شاف المشهد ده اتصدم من الإعجاب وفتح جسم سبونج بوب